اخوان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحاولوا نناقشوا ماكينات ديال القهوه. بزاف ديال الناس كيبغيو يشريو لي بريصه ديال القهوه باش يشربوا القهوه في الدار او يديروها في لي بيرو في البلاصه فين تيكونوا خدامين. هنايا وكيف ما كنعرفوا بزاف ديال الناس كيبغيو يشريو ماكينات ديال القهوه، ولكن ما كيعرفوش كيفاش يقلبوهم، ولا ما تيكونوا ما تعرفوش لي مارك وما تعرفوش الاثمنه ديالهم. بالنسبه للاخوه الاثمنه لي مارك اللي معروفين في ماكينات ديال القهوه وصحاحهم مزيانين، كاينه الميني موكا كيف ما كتشوفوا، لونسيان موديل هذه الموديل القديم، كاين الميني موكا، كاين الكاجيا، وتقريبا نقدروا نزيدوا معاهم الدولونغي ماشي كاملين، شي وحدين. وهادو بالنسبه لي ماشين ديال الكافي اللي في المتناول ديال الناس اللي يقدروا يشريوهم باثمنه ما بين 500 درهم حتى 1000 درهم على حسب المقادير كل ماكينه. و كاين عاوتاني الكاجيات اللي واصلين ل 1200 درهم، 1400، 1500 درهم على حسب الماكينه والخدمه ديالها. تقريبا بحال مثلا هاد الميني موكا هادو الام 600، الثمن ديالها تيكون ما بين 600 حتى 800 الف درهم على حسب الا كانت شي حاجه نقيه، زعما لا في الكالكاس ديالها لا في الخدمه ديالها حتى هي. بالنسبه لليد ديال هاد الميني موكا كتكون 58 ملم، يعني تكون دا الجروب ديالها كبير تقريبا بحال الجروب اللي تيكون في الماكينات ديال القهوه ديال اللي تيكونوا في القهاوي. بالنسبه لابريسيون ديالها 15 بار، 15 بار يعني راه كنهضروا على الفابور ديالها هو هذا. دابا كيفاش يمكن ليا نعرف هاد الماكينه ديال القهوه واش غتصلح ليا ولا ما غتصلحش ليا؟ سيرتو الا كنت غادي نشريها من السوق. اما الا كنتي غادي تشريها من المحل ديال القهوه راه تيجربوها لك تما، راه كتكون عارفها تما، كيوريوك القهوه كيفاش كتخرج تما، كيوريوك كلشي. بالنسبه لي انا مثلا مشيت للسوق، شي سوق موسمي ولا اسبوعي ولا هادي، مشيت ولقيت مثلا هاد ماكينه القهوه باغا تباع تما، كي غندير نقلبها. اول حاجه كنجي كنشوف هاد لي بوطون هادو خصهم يكونوا راكبين كاملين كما كتشوفوا، ما تكونش شي وحده محيده ولا ما كايناش، يعني ما كايناش، يعني خصك تمشي تقلب عليها. تنشوف هاد اليد بورت فلتر واش كاين ولا ما كاينش، هو هاد الكسكاس هذا ديالو. هادي عاوتاني الا ما كانتش راه خصك تقلب عليها بوحده عاوتاني، وخاصك العبار ديال هنا ديال هاد البلاصه هادي. كنشوف هاد الفابور هذا واش كاين كومبلي كامل بحال هكا، اولا بعض المرات كاين اللي تيكونوا ناقصين، كيكون عندهم هذا محيد، بعض المرات كاين اللي تيكون عندهم هذا محيد ما كاينش، يعني خص يكون كامل ويكون كيدور بحال هكا كامل كما كتشوفوا. هنايا كنجي كنشوف هنا البلاصه مني كتهبط القهوه، خص يكون عندها هاد الشبكه هنايا كيف ما كتشوفوا، ويكون الفيس يبان لكم هاد الفيس هذا، يبان لكم فيس مزيان كيف ما كتشوفوا هنا، يبان لكم فيس نقي، ماشي شي واحد اللي مفوري ولا كله محرود ولا مصدي ولا. حيت هاد لي فيس اللي تيكونوا هنا خصهم يكونوا كيتصداو، حيت الا تصدى غادي تهرس لك لداخل وما غاديش تلقى كيدير تنيطويي الماكينه ديال القهوه ديالك. عاوتاني كنجي كنقلب الطابله ديالها، خصها تكون كامله بحال هكا كيف ما كتشوفوا. كما كتشوفوا هنا هذه غير القهوه راه غادي نمسحوها، هانتوما كيف ما لاحظتوا معنا حنا مسحناها. يعني هاد البياس هذا كله خاصو يكون ما تكون ناقصه فيه حتى شي حاجه، حيت المشكل ديال هاد الماكينات ديال القهوه الا نقصات غير بياسه وحده في هادو راه ما غاديش تلقاها كتباع بوحدها ولا كتباع في الجديد، ولا خصك تبقى تقلب على كل حاجه بوحدها، وفين غطيح عليهم وقليل فاش كطيح على شي حاجه ديالهم. حاجه اخرى عاوتاني كنقلبها هي كندور على الماكينه كامله، ما تكونش فيها مهرسه من شي بلاصه، ولا نقلبها كامله كما كتشوفوا هنايا. واهم حاجه بالنسبه ليا هي هاد البلاصه اللي كندير فيها الماء. هاد البلاصه اللي كندير فيها الماء ما خصهاش تكون متقوبه، من شي بلاصه، ما خصهاش تكون كتسيل الماء، ما خصهاش تكون كاع كتقطر الماء، كاع ما خصش كاع الماء يكون كيهبط.
علاش؟ حيت المشكل اللي غادي تلقاو فاش غتبغيو تحطوا هاد الماكينه ديال القهوه في شي بلاصه وغتخليو هذا عامر بالماء، غادي تجيو الغد ليه الصباح غادي تلقاوها كلها الماء كله اللي درتو هنا وكله هبط لكم في الارض وفزق لكم كاع الحوايج اللي غادي تكونوا حاطين في هذيك البلاصه اللي قريبه للماكينه ديال القهوه. كيف ما قلت لكم يعني هذا اللي تيكون فيه الماء ما خصوش يكون كيقطر كاع الماء، ما خصوش كاع يكون كيلوح ليا، يعني خاص يكون مصاوب. هذه حاجه مهمه حاولوا تردوا ليها البال. بالنسبه للنيطواياج ديال الماكينه ديال القهوه، انا بعض المرات كندير الخل هنايا في بلاصه الماء وكندورو في الماكينه وكنخدم الماكينه عادي بحال غندير القهوه، وكيدور الخل في داك الجروب باش كينقي ليا شويه ديال الكالكير. المشكل اللي غادي تلقاو ديال الكالكير هو الا شريتي الماكينه من السوق الجروب ديالها اللي تيكون داخل يكون هنايا داخل غادي تلقاوه عامر شويه بالكالكير، يعني خاصك تحلها وتنظفها او الا تديها لشي محل ديال القهوه وهما يحلوها لك وينظفوا لك الماكينه كامله. اما الا كنتي شاريها من المحل ديال القهوه، يعني الناس اللي كيبيعوا لي بريسا في محل، يعني غالبا غادي تكون كتلقاها نقيه تما. غادي نشوفوا دابا يعني من بعد ما قلبت الماكينه من على برا نشوفوا الخدمه ديالها كيفاش خاصها تكون. كما كتشوفوا دابا راه دوزنا الضوء كما كتشوفوا بحال هكا، غادي نهبطوا الماء بلا ما نشعلوا الماكينه. كما كتشوفوا الماء تيهبط. دابا غادي نشعل الماكينه. هاد الميني موكا كتشعل هاد لا بوطون بالليموني وكتسنى حتى كتولي بالخضر باش كتسخن الماكينه. على ما تسخن الماكينه نحاولوا نشرحوا واحد الحاجه بالنسبه للقهوه. القهوه فاش كنبغي نديرها هنايا في اليد، انا الطريقه اللي كندير دابا الماكينه راها كتسخن، كنركب اليد ديالي وكنخليها تسخن مع البريسه، كنخليها تسخن مع اليد. القهوه الفرق ديال القهوه كيفاش غتخرج. القهوه راه الا طحنتوها في هاد الساعه وركبتوها وهبطات لكم القهوه راه غتهبط لكم قهوه مزيانه. الا كنتو كتشريو قهوه مطحونه وكتخليوها في الثلاجه ولا كتخليوها محطوطه في الدار، راه بعض المرات تقدر ما تخرج لكمش قهوه مزيانه، حيت القهوه كيف ما كنقولوا كتبرد. نورمالمون القهوه خاصها اون فوا تطحن دار في البورت فلتر وتهبط القهوه ديالك، راه كتهبط لك قهوه مزيانه. وبالنسبه للعبار ديال الطحنه، يعني اش من طحنه غتجي لي مع الماكينه ديالي، فرا الماكينه ديالك خاصك تديها للمول القهوه. هادشي الا ما عندكش المولان، الا ما عندكش الطحان ديال القهوه، راه خاصك تهبطها للناس اللي تيبيعوا القهوه وهما غيعطيوك العبار ديال الطحنه اللي غتخدم لك نتايا هنايا في الماكينه ديالك. اما الا عندك الطحان ديال القهوه راه فرا كدير العباره ديال الطحنه وكتجرب كل طحنه وكيفاش غتعطيك القهوه حتى كتشد العبار ديال الطحنه ديالك نتايا. والان من بعد ما سخنات ليا الماكينه كيف ما كتشوفوا هي شعلات بالخضر وسخنت لي اليد حتى هي، كنحاول نهبط الماء سخون. كما كتشوفوا كنحاول نهبط الماء سخون في اليد. حاجه اخرى حاولوا تردوا ليها البال، دابا الماكينه خدامه، كاين بعض الماكينات ملي كتشد اليد هنا راه كيضربك الضو، كتكون ديزالاماس، يعني كتكون محلوله وما عاودوش ركبوا ليها الخيوطه مزيان. يعني اون فوا كتشد اليد هنا كضربك الضو، غتلقى مع مشكل غادي يولي خاصك تقطع الضو وتركب اليد وتعاود ترد الضو وتدوز الماء وتقطع الضو وتحيد اليد، فهمتيني؟ غتبقى مدابز غير مع قطع الضو والضو. يعني حاول نشد هنا ما يضربني لا ضو لا والو. كما كتشوفوا هنا كاين لا ضو لا حتى شي حاجه، ميمسي هنا في هذا الجروب هذا ما كيضربني لا ضو لا حتى شي حاجه. من بعد ما درت القهوه ديالي في اليد، ضروري يكون عندكم بحال الطابع هذا سوا ديال الخشب سوا ديال الانوكس باش كنقاد به المستوى ديال القهوه ديالي. هاد القهوه اللي عندي راه تقريبا دابا راه 10 ايام وهي عندي في الثلاجه، يعني كيف ما كنقولوا بردات، يعني ما بحال قدامت شي شويه. كنحاول نضغط عليها مزيان باش تعطيني قهوه مزيانه. كما كتشوفوا هنا ضغط عليها مزيان. غادي نركبوها. قبل ما نركبها كنحاول نهبط واحد شويه ديال الماء باش كيخرج هذا البخار هذا، باش كيخرج لي داك الضغط اللي كاين هنا باش ما تهبطش ليا القهوه محروقه. كما كتشوفوها انا ركبتها. غنحاولوا هنايا نهبطوا القهوه.
هي القهوه ديالي. يعني القهوه كيفاش خرجتها، قهوه جيده، قهوه مزيانه، بالرغم من انها دوزت وقت طويل. عندنا هنا في الدار يعني راه 10 ايام وهي مطحونه تقريبا كيف ما كتشوفوا لاموس. يعني كل ما كانت القهوه مطحونه في ديك الوقيته راه كتخرج لك لاموس زوين. كيف ما كتشوفوا لاموس ما محروقه ما حتى شي حاجه، لاموس مزيانه، قهوه مزيانه. حاجه اخرى الاخوان هي الفابور كما كتشوفوا عطاني هنا باللون الاخضر، يعني راه خدام. ملي كندير نحاول انني ندير الفابور، نحاول ان الفابور ما يخرجش لي الماء. كيف ما شفتوا حاول انه ديما ملي تلقى الفابور ما يخرجش لك الماء، حيت الا كان كيخرج لك الماء راه غادي يعمر لك غير الحليب ديالك بالماء. كان هذا هو الفيديو ديالنا الاخوان، نتمنى تدعموني بالضغط على الزر لايك وتخليو كومونتير زويون، تخليو التساؤلات ديالكم، نحاول نجاوبكم على كل شيء فيما يتعلق بهذا الموضوع ديال القهوه ولا اي موضوع اخر. شكرا الخوت وتهلا.